لكل الناس اللي بتستخدم الواتساب، في تحديث جديد في الواتساب. التحديث ده رائع جدا 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 وممتاز جدا جدا. التحديث ده هيخلي في زر جديد ينزل عندك في الدردشة. ايه هو بقى الزر؟ تعال نتعرف عملي عشان نعرف الزر القديم والزر الجديد اللي هو نزل بعد التحديث الجديد. يلا بينا نشوف عملي. كل اللي عليك هتمسك الموبايل بتاعك بالشكل ده كده، وهتبدأ تدخل على الواتساب. هنجيب مثلا محادثة. تمام، جبنا المحادثة. تمام، بعد ما جبنا المحادثة هنيجي مثلا نكتب هنا مثلا وليكن صباح الخير. تمام، كتبت صباح الخير. تمام، طبعا الزر القديم اللي احنا بنستخدمه اللي هو بعد ما بنكتب صباح الخير بنبدأ نضغط على ارسال على الزر القديم. تمام، التحديث بقى الجديد هيبقى فيه زر تاني خالص، زر جديد. ايه هو؟ تعالى طيب نفعل الزر الجديد ونرجع نوريكم الزر الجديد بعد ما اتفعل ظهر ازاي. هنبدأ نرجع تاني وهنبدأ نضغط على الثلاث نقاط. من الثلاث نقاط هنختار الاعدادات. من الاعدادات هنختار حاجة اسمها الدردشات، هنضغط عليها بالشكل ده كده. هنيجي عند اول خيار اسمه مفتاح الادخال للارسال. مفتاح الادخال سيرسل رسالتك، هنبدأ نفعله. بس كده احنا فعلناه. هنرجع تاني على المحادثة بتاعتنا. هنبدأ نضغط على المحادثة وهنبدأ نضغط. تمام، ملاحظين يا شباب ان في حاجه جديده ظهرت معانا؟ ايوه بالفعل ملاحظين. عند علامه الاكس كده هتلاقي في حاجه اسمها ارسال. كده الزر الجديد وصل معانا وظهر معانا في الدردشه او في لوحه المفاتيح او في الكيبورد اللي احنا بنكتب من خلاله على الواتساب. يعني طبعا انا ممكن اجي اقول دلوقتي صباح الخير. صباح الخير. طبعا احنا بنستخدم الزر القديم، هنستخدمه دلوقتي تاني اهو. صباح الخير ده الزر القديم. طيب الزر بقى الجديد اللي احنا هنستخدمه هنبدأ نقول برضو صباح الخير زي ما انتم شايفين. وهنبدأ نختار على كلمة اسمها ارسال اللي هي تحت خالص دي عند تحت الاكس كده. تمام، في اخر الكيبورد هنبدأ نضغط عليها. فهو برضو قال لك صباح الخير وكده ارسلنا. يعني ممكن نيجي نكتب اي حاجة ونضغط على ارسال. هنيجي تاني نكتب مثلا وليكن اي حاجة ونبدأ نضغط على ارسال. هيبدأ يبعت معانا ويرسل الرسالة اللي احنا بنكتبها. ده كان التحديث الجديد اللي احنا نقدر نظهر زر جديد وهو اسمه الارسال. ارسال. تمام، ده كان زر جديد في التحديث الجديد بتاع الواتساب. اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.